بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وصباح العسل وصباح الفل على أحلى متابعين يوميات سور في الريف. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك لأول مرة تشوفيني. طبعا كده احنا طلعنا نعمل روتين قبل شهر رمضان. ربنا يعودها علينا بخير يا رب، وعليك وعلى أمة محمد بالخير. طبعا بعمل روتين يا جماعة، يعني ايه كل فترة كده بطلع اعمل روتين في شقة والد اخويا. يعني ايه، ما ينفعش طبعا انا اسيبها بترابها باللي انتوا شايفينه بالمنظر ده. بدأت اللي انا طلعت بقى ايه، قلت انا اعمل روتين كده في شقة والد اخويا. يعني قبل رمضان، قبل ما اعمل روتين تحت عندنا في البيت من تحت، ببدأ من فوق الاول. دايما في اي روتين ببدأ من شقة والد اخويا الاول. بس كل فترة كده ايه بطلع اللي انا اعمل روتين. طبعا امي جات لي سؤال، انت هتبداي هنا الاول ولا فوق في شقه وليد؟ قلت لها لا يما، انا هبدا في شقه وليد عشان ايه، يبقى كده خلصت الشقه ونزلت تحت واشوف برضو شقه صبح ان لقيت فيها روتين اعمله لسبب. كنت عامله شقه صبح يعني ايه من فتره برضو كده. قلت لها انا ابدا بشقه وليد الاول. طبعا مسكت الشبابيك وبيبان البلكونات كلها، عملت فيها روتين ونظفتهم كويس. ليه؟ كانت التراب يا جماعة مال الشبابيك أمال البيبان البلكونات وبيبان البيت. يعني كمان البيت على الطريق وكده، بس بتراب بطريقة رهيبة. يعني ألاقي في بيبان البلكونات والشبابيك تراب. يعني بصراحة كان منظر رهيب رهيب رهيب. بدأت اللي انا عملت روتين كده، قلت اللي انا ايه، يعني عشان انا هبقى هصوم ومش هلحق ان انا اطلع اعمل روتين في رمضان. بصراحة انا مش هكدب عليكم يا جماعة. قلت لا، انا كده كده قاعدة فاضية قبل ما اعمل عندنا تحت في البيت من تحت روتينات. قلت لا، انا اطلع اعمل بقى ايه في روتين شقة وليد اخوي. بس بصراحة كانت ملانة تراب بطريقة رهيبة. والله يا جماعة أنا مش عارفة أقول إيه يعني. قلت يلا ربنا يفرحه وينزله لنا بالسلامة كده ويسعده، أمين يا رب العالمين. بكرة يتجوز ويفتح بيته ويبقى جايب بقى مدام حلوة كده إيه، تمسك الشقة دي. أكيد بقى لو فيها أي واحدة، يعني فيها واحدة هتنظف المكان وتنظف الشقة، عمرها ما هتسيبها بترابها كده. ده 100%. يعني الواحدة هتنظف شقتها أو هتبقى بقى إيه باشا. عمرها ما هتسيبها بالتراب المنظر اللي أنا بكنسه ده. حتى الفرن برضو في عليها تراب والأرضية فيها تراب. يعني أنا كنت مطلعة الكنسة منها يا جماعة تراب بطريقة رهيبة. يعني أنا مش بعمل فيها روتينات على طول، أنا بعمل كل فترة أطلع أعمل روتينات. شفت التراب في البلكونات عاملة إزاي؟ طب لما يكون ده في البلكونات عامل كده، أمال بقى في الصالة وأوض النوم والشقة كلها تبقى منظر إيه يا جماعة؟ شفتوا عاملة إزاي؟ السيد أخويا بقى قال لي يا سور استني ما نعمل روتين، لما تيجي تعملي روتين أجي معاكي. قلت له لا، روح شغلك انت وتوكل على الله وانا بقى مع نفسي كده. يسور قال لي لا يسور انت تعبانه. قلت له لا، سيبها لله يسيب. بصراحه يا جماعه يعني عندي صداع نصف كده، ربنا ما يوريه لحد وربنا يسترها كده. ادعوا لي كده بالشفاء. انا مش عارفه يعني اوصف لكم ازاي. الصداع ده ماسكني بقاله اسبوعين لحديت الان، ورحت كشفت ومش عارفه. يعني صداع بطريقه رهيبه يعني. ايه الصداع ده؟ انا معرفش، فجأة كده اجالي الصداع ده بطريقة رهيبة كده. كشفت اخد حبوب واخد علاج، مفيش فايدة برضو. يعني طولة ما انا قاعدة مفيش، ما بشتغلش، مفيش صداع شديد الا بسيط. لو اشتغلت الاقي بقى هو الصداع النصف ده مدمرني خالص. يعني انا مش عارفة اوصف لكم ازاي. ربنا يسترها يا رب يعني. حتى يعني السيد لما قال لي سوري انت تعبانه واجي اساعدك، يعني على اساس لو انا تعبت شويه هو يعمل اي حاجه. قلت له لا يا سيد، ربنا يعديها على خير وربنا يسترها، واحنا كده كده لازم انضف الشقة عشان ده دخل شهر رمضان يبقى المكان نظيف. انا لو عملت روتينات في رمضان الواحدة هتبقى صايمة يعني عامة. قلت لا، ابدأ بقى بالروتينات كده قبل رمضان، انضف البيت واظبطها تظبيطة مظبوطة عشان لما يجي شهر رمضان علينا بالخير كده الاقي المكان ده كله نظيف، ما تعبش وبصراحة وانا نايمة تعبانة برضو في، يعني بفكر برضو في الشقة كلها. بفكر يعني اعمل فيها روتينات، مش عايزة اقعد كده. يعني انا طالعه النهارده اعمل روتين وانا ربنا اللي عالم بيا. والله يا جماعه صداع بطريقه رهيبه. يعني كنت بفتح كده في النور مش عارفه يعني ايه الصداع ده. خدت حبوب كتير وخدت علاج كتير، بس الدكتور قال ربنا معاكي وان شاء الله الصداع ده هيروح. يعني باخد فتره كده وهيروح. طول ما انت بتاخد العلاج، اصل العلاج مش من اول مره برضو. يعني العلاج دي يعتبر مسكنات، يعني كل حاجه مسكنات يا جماعه. قلت خلاص ربنا يسترها ويعافيها ويطلعنا منها على خير يا رب.
اهو انا باخد العلاج وربنا يشفينا ويشفي كل مريض، امين يا رب العالمين، وربنا يسترها، ربنا يسترها. طبعا مسكت زي ما انتوا شايفين كده، دي اوضه النوم. انا بدأت روتين في الشقة كلها يا جماعة، بس طبعا اوضة النوم دي برضو على الشارع. كمان كل فترة بطلع اعمل روتينات، الاقي مش يعني كمان مش بعمل على طول، تلاقوا المكان تراب رهيب ومنظر، يعني انا مش عارف شفت التراب عامل ازاي. التراب ده الله الوكيل، يعني ما كنتش لايحة اجيب النفس ليه وانا بنفض كده. منظر التراب بقى جاي على وشي، ولما كنست برضه كان جاي على وشي بطريقة رهيبة. كان يوم جميل جدا والشمس طالعة، وكان يوم حلو خالص. بس الشقة كانت ملانة تراب، ملانة تراب يعني. وكنت عايزة بقى، أنا كنت حابة السيد يقعد معايا عشان حاجة واحدة بس، مش عشان يعمل روتين ولا يكنس ولا الكلام اللي انتوا عارفينه ده. لا، أنا كنت حاباه على أساس يجيب الخرطوم بعد ما نكنس ونغسل الشقة. هو كان عايز يقعد عشان كده، بس انا قلت له لا، ما تقعدش ولا تعطل نفسك، اتوكل على الله وروح شغلك. ومرة تانية بقى نبقى نغسلها. ليه؟ انا عايزة امسك الشقة ديت بصراحة، اجيب فيها الخرطوم واغسلها غسلة معتبرة كده. بس انا فكرت في حاجة تانية، قلت ما انا كده كده لو غسلتها برضو التراب هي خليها لما ربنا يفرجها كده ونشوف بقى ايه، نوضبها توضيبة كويسة كده، وقبل الدهان اقوم جاية بقى ماسكاها ماسكة كويسة كده بالخرطوم واغسلها. اصل انا نفسي ومنعني يعني امسك الشقة دي غسيل غسيل يعني بالخرطوم كده بطريقة رهيبة يعني. اغسلها غسلة حلوة وبعدين امسحها بالمساحة يعني. ليه؟ ملانة تراب، ملانة تراب خالص ومش عاجباني خالص يعني. بس انا بكنسها على طول وبنضفها على طول. شفتوا برضو اي حاجة لازقة على الحيطة، خيام اي حاجة مهما كان، لو التراب برضو، يعني التراب بيبقى لازق كده على الحيطة برضو بنزله بالمجش. اهو شفتوا، يعني سور البلكونة حتى ملانة تراب، الفيران برضو عليها تراب. شفتوا الأرضية عاملة ازاي؟ الأرضية بطريقة رهيبة تراب، يعني أنا لو مش بطلع أكنسها وأعمل فيها روتينات كل مرة عمرها ما هي مكنوسة. ليه؟ أمي برضو مش هتليح اللي هي تطلع تكنس وتعمل روتين مهما كان، برضو هي يعني ايه، مش يعني عشان مش هتليح توطي وتكنس وتغسل والكلام اللي انتوا عارفينه ده يا جماعة. مسكت السور برضو، مسحته وكنسته حلو كويس، ومسكت الفرم زي ما انتوا شايفين كده. الفرم برضو كان عليها تراب كتير. حبيت ان انا اعمل روتين، ما بعمل الروتين يبقى كله يتنضف بقى من بره ومن جوه، وامسك البرندة ديت. يعني في ناس بيقولوا عليها برندة وفي ناس بيقولوا عليها بلكونة، بس انا من النوع اللي بيقول بلكونة يا جماعة، عشان هي مش تنفع اللي هي يعني ايه اللي هي اقول عليها برندة. البرندة دي تحت عندنا في البيت من تحت، بس في ناس يقولوا بدل كبيرة يا سور وانتوا عاملينها مسافة كبيرة كده يبقى ديت ايه برندة. قلت لا، ديت انا مسمياها بلكونة. شفت التراب عامل ازاي؟ التراب بطريقة رهيبة، يعني انا كنت بكنس كان التراب جاي على وشي، يعني انا مش عارفة اوصف لكم ازاي. ليه كمانها على الطريق وعلى السكة الشقة التراب بقى ملان. وكل بقى فترة وفترة كده اطلع بقى ايه، كل ما الاقيها اتوسخت بالتراب كده اقول لا انا هعمل روتين في شقة وليد النهارده، لا انا هعمل روتين في شقة صبح النهارده. امي تقول لي يا بنت، اقول لها ملانة تراب. لما بطلع اغسل وانشر فيها الاقي بقى الشقة مش مظبوطة خالص، كلها تراب من اولها لاخرها. شفتوا؟ حبيت بقى ان انا اعمل الروتين كده واجيب بقى من البرندة كده. شفتوا التراب عامل ازاي؟ لا التراب بطريقة رهيبة، يعني انا مش عارفة اوصف لكم ازاي يا جماعة. بس انا بحب وانا بعمل روتين كده احب انضف المكان، احب انضف الشقة يعني. مش عشان انا مش قاعدين فيها يا جماعة ولا فيها اي حد اللي انا اسيبها كده، لا. انا كل فترة زي ما قلت لكم بطلع اعمل فيها روتينات عشان اخليها نظيفة كده. مش عشان حاجة، لا، عشان البلاط يفضل نظيف ومنور. انا حبيت ان انا اعمل فيها روتين النهاردة كده زي ما انتوا شايفين. وبسم الله ما شاء الله، شقة تحفة جدا جدا وجميلة جدا وواسعة. ربنا يفرحوا فيها ويجي بالسلامة كده ويسعده ويفرحوا كمان وكمان والد اخويا يا رب. والد عندنا حنين جدا جدا جدا. انا كل شوف الشقة دي ملزومة مني، يعني هو ذات نفسه بيقول مش تتعبي نفسك يا سهير، سيبيها لله كده لما اجي بالسلامة. احنا طبعا هنديها لون وهتتكنس وهنجيب العزال ونحطها فيه. قلت له ما ينفعش يا ولد، طول ما انا قاعدة في البيت الشقق دي ملزومة مني. ما ينفعش ان انا ابقى قاعده تحت كده، رغم ان الشقق دي يا جماعه ما حدش بيطلع فيها ولا حد بيشوفها الا الصنايعيه بس. لو فيها شغل الصنايعيه هم اللي بيطلعوا بس يشتغلوا وينزلوا، اللي بيركب جيبس، اللي بيركب كهرباء، اللي بيركب اللي بيدهن، اللي بيركب شبابيك وبيبان. يعني هم الصنايعيه بس، ما فيش حد غريب بيطلعها خالص الا الصنايعيه.
قلت ما ينفعش، هي ملزومة مني شقة صبحي وشقتك ملزومة مني يا وليد، واللي انا افضل شغالة على طول فيهم لحد ما تيجوا. يقول لي ما تتعبش نفسك يا بنت الحلال، شوفي التراب اللي انت شايلاه قدين وعشان مش يجي عليكي ولا تتعفري. قلت له سيبها لله يا وليد، سيبها لله، امال اسيب التراب ده كله في الشقة واقعد تحت واسيبها كده؟ ما ينفعش، لازم الشقة دي تفضل نظيفة اول باول كده، ولازم ان انا اعمل فيها روتينات على طول، ما اسيبش الشقة دي خالص اللي هي تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا سبتها شويه، شفتها عامله ازاي شويه، يعني ما طلعتش في نفس بسيبها كل فتره كده، انا عارفه انا بسيبها ازاي وبرجع لها تاني ازاي. شوف عامله ازاي. انا حطيت الطرحه على بوجي يا جماعه من الدخان. كل شويه احط الدخانه بطريقه رهيبه، يعني التراب كتير والدخانه فظيعه فظيعه خالص، كانت داخله كده على وشي بطريقه رهيبه يعني. كل ما احط الطرحه تقع، كمان مش عاملاها جامد جامد يعني بدبوس ولا حاجه، كل شويه تقع زي ما انتوا شايفين كده. بس انا كنت بقى بكح كل شويه. التراب ايه دي؟ ايه التراب ده؟ ده حمام، ده حمام يا جماعه اللي انا دخلته ده. طبعا هيبقى في بانيو وقاعده بلدي وقاعده افرنجي وحوض وش، وهتبقى طبعا في الغساله. انا حبينا اللي احنا عملنا قاعده بلدي فيه عشان القاعده الافرنجي دي بتبقى تعطل. زي ما مصمم عندنا تحت، احنا مصممين في شقة وليد اخويا فوق. قلنا افرض يا ولد القاعدة الافرنج ديت عطلت، يبقى تلاقي البلدي شغالة. بس بصراحة الحمام واسع وجميل جدا، ويعني كل حاجة واسعة عندنا. حبينا بقى اللي احنا ايه، يعني هما بيفصلوا الشقة كده، حبوا اللي هما يعملوا كل حاجة واسعة في الشقق والحمامات والمطبخ. يعني بصراحة شقة مية مية يا جماعة. عسل عسل عسل، احلى شقة طبعا. بسم الله ما شاء الله. شفت عملت الطرحه ازاي، اللي بتاع الدخانه مبهدلاني خالص، انا كانت روحي هتطلع من الدخانه دي، الدخانه بطريقه رهيبه. ليه التراب كتير، التراب كتير خالص بطريقه رهيبه يعني. وطبعا ده مطبخ يا جماعه، هوت احنا عاملينها مطبخ امريكان زي ما انتم شايفين. طبعا لسه الرخام هيتركب على الامريكان ده، ولسه الجراكن وال والجرادل اللي حدكوا ديت برضو احنا حاطينها تحت الرخام، تحت الامريكان دي مدارينه مطرح دهان. المطبخ حطينا فيه كل حاجة، الجرادل بتاعت الدهان اللي بقى منها والجراكن، من كل حاجة حطيناها هنا. يعني لما يجي يدهنوا ويكملوا بقى اخر لون ده كله هنزله تحت، ما خلاص بقى هتبقى شقة عريس، وما ينفعش ان انا اكون فيها العزاويل ديت خالص. هشيل كل اللي في الشقة ده كله وانزله تحت، عشان ايه؟ يدهنوا اخر لون، وتجي العزال بقى تترص فيها ويتجوز وربنا يفرحه. يا رب يا رب، ربنا يفرحه كده ويسعده ولد اخويا، هو ولادنا ولاد المسلمين، امين يا رب العالمين. واللي مش فرح يفرح، واللي مش يتجوز يتجوز. وتفرحوا كلياتكم يا جماعة، اللي مش يتجوز خالص يفرح ويتجوز. اه، مسكت الشقة كلها، اوض النوم والمطبخ والحمام والصالة والبلكونات، ما سبتش مكان يا جماعة الا لما نضفته تنظيفة كويسة كده. انا عندي الشقة لما تنضف خلاص. اهو لميت التراب دي كله، ده كله تراب في الشقة، لميته كله وكنست الشقة كنسة معتبرة كده. واحلى روتين طبعا في احلى شقة عريس ولد اخوي. انا ببقى فرحانه جدا وانا بعمل فيها روتينات، بصراحه مش عارفه اوصف لكم ازاي يعني. اهو حاسه كده ان انا هقعد فيها وافرش فيها واجيب، يعني انا لما بعمل فيها روتين اقول بقى يما خدي كده حصيره واطلع بقى اقعدي فيها كده النهارده. بتقول لي، قلت لها شوفي خليتها زي العسل. هي فعلا مش مشكله الغسيل الميه ولا مشكله اللي انتوا اي حاجه يعني يا جماعه، لا هو اهم حاجه الكنيس بس فيه الروتينات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا ديت اوضه يا جماعه اللي انا دخلتها دي، انا خلصت الشقه من اولها لاخرها. ودي اوضه خارج الشقه خالص، فاتحين بابها على السلم، هتبقى اوضه جلوس. هيتحط بقى فيها ركنيه، يجوا اصدقاء يجوا ضيوف، يبقى هي ايه، اوضه جلوس كده زي ما انتوا شايفين. اهي برضو دخلتها، ما سبتش مكان في الشقه اللي ما عملت فيه روتين. وطبعا مسكت برضو، شفت البلكونات الارضيه عامله ازاي. اه، السور كنسته، والفرن برضو نفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. ما خليتش مكان الا ما عملت فيه روتين. انا عايزة الشقة تبقى تحفة، مش عايزة انزل واسيب فيها اي حاجة، عشان هو اليوم من اوله بقى روتينات، يبقى خلاص امسك الشقة من اولها لاخرها روتين فيها.
عندنا الأوضة ديت بسم الله ما شاء الله بحري. حتى لو حطوا فيها ركنية، حتى لو اجا يعني لو فتحوها في الصيف هوا يعني بيتنا دي يعني مش حواليه بيوت، هو لوحده كده، بس جنبه من هنا ومن هنا دي شارع بيننا وبين الجيران كده، يعني مفيش مثلا بيوت قصاد البلكونة ولا أي حاجة. لا زي ما انتوا شايفين كده احلى شقة فعلا. انا بصراحة هي بحري وكانت جميلة جدا جدا، بس مش كنت طايقة بقى اللي انا يعني ايه اشيل الطرحة من على بوجي عشان الدخانة بطريقة رهيبة يعني. شفتوا بقى لما لما البلكونات اتكنسوا واتنضفوا، شوفوا نوروا ازاي. البلاط نور بصراحة، نور يعني خلاه كده ايه، او شفت عامل ازاي. التراب كانت مبهدلة البلاط. انا كل فترة كده والله يا جماعة بطلع اعمل روتينات. ليه؟ انا عايزه الشقه تبقى جميله جدا ونظيفه جدا، وتكون البلاط يلمع زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب الروتينات جدا جدا جدا. انا عندي اعمل روتين ومش عندي اعمل اي حاجه تانية. ليه؟ انا بحب النظافه. عندي الروتين احسن من الاكل اللي انا هاكله كمان. ليه اقعد في مكان نظيف كده؟ يعني الشقه هي مش هقعد فيها ولا هعيش فيها، بس انا منظفاها، حاسه اللي هي يعني اللي انا هقعد فيها على طول. انا بحب الروتينات. امسك شقق اخواتي كده انضفها تنظيفه كويسه، واحس ان انا قاعده بقى نضف، بدل ان دول ينضفوا عدين اول دور بتاعنا ده نضف. ده سبب عشان اول دور 100% انا قاعده فيه وهينضف. انما الشقه ديت كمنها تاني دور لازم برضو يعني ايه. عندي هي شقه والدي وشقه صبحي، عندي اللي انا انضفهم تنظيفه كويسه كده واعمل فيهم روتينات، وبعدين خلاص على كده. اهو شفتوا ديت خارج الشقه خالص، بابها على السلم، باب الشقه كده وباب اوضه الجلوس كده. ويعني انا مسكت الشقة كلها روتين، وادي السلم برضو ما سبتش اي حاجة، بدأت فيها روتين من الاول للاخر كده يا جماعة. حتى السلم برضو اهو شفتوا بعد ما خلصت بقى روتينات بسم الله ما شاء الله. طبعا ده الجبس اهوت زي ما انتوا شايفين عاملين جبس برضو. يعني الشقة خلصانة على اللون الاخير بس. هي الشقة خلصانة فعلا على اللون الاخير. ودي الزينة طبعا اللي احنا كنا عاملين فيها عيد ميلاد السيد. شفتوا بقى ادي الحمام اهو وادي اه شفتوا نضفته يعني نور البلاط، نور يا جماعة ساعة ما انا عملت روتين فيه. اه طبعا الأوضة ديت احنا قافلينها خالص عشان فيها طلبات لوالد اخويا وصبح اخويا. مش بفتحها نهائي، انما بفتح البيبان الأوضة التانية وكل حاجة. واحلى روتين طبعا في شقة والد اخويا.